مرحبا بكم متتبعي الكرام، سعيد بلقياكم في هذا الموجز الإخباري، وهذه أبرز عناوينه. تصنيف رسميا تصنيف جبهة البوليزاريو منظمة إرهابية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والانضمام للقناة لتتوصلوا بجديد أخبارنا. جبهة البوليزاريو الانفصالية والإرهاب تهديد ينمو تحت الرمال. هي سلسلة حلقات تنتشر تباعا حول وضع بوليساريو تفكيك الجبهة الانفصالية ومأزق الدول بعد النجاح العسكري والدبلوماسي الذي حققه المغرب وفق الاستراتيجية الجديدة للعاهل المغربي، وإبراز علاقات بوليساريو الملتبسة في منطقة تعج بشكل من المحرمات، إرهاب، مخدرات، وتهريب البشر والسلع. يجرى الحديث عن عضو في جيش بوليساريو يتعلق الأمر بأبي الوليد الصحراوي، زعيم فرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الموجودة شمال مالي وجنوب الجزائر، الذي قدم ولاء لأبي بكر البغدادي في ماي 2015. وكان أبو الوليد الصحراوي الناطق الرسمي باسم حركة الموجة قبل أن يشارك مع مختارات بالمحتار في تأسيس مجموعة المرابطون بعد اندماج مجموعة من الموقعين بالدم وموجاو. وسبق لأبي الوليد الصحراوي الضلوع في عملية اختطاف عملية الإغاثة الإسبانية والعديد من هذا القبيل. دل أبو الوليد الصحراوي بشكل خطير حقيقة على المغرب، حيث دعا في 2016 إلى مهاجمة ممثلي المانيسور في الصحراء الغربية، وتكانت الجيش المغربي والمنظمة الدولية. ولد أبو وليد الصحراوي في العيون بالمغرب، جهادي صحراوي وعضو سابق في جبهة البوليساريو، سبق الرجل طريق سنوات عديدة وسطاء المياه. انضم أبو الوليد الصحراوي في سنة 2013 إلى حركة المرابطين، فهذه أشياء لا يقبل بها العقل.